عايز اقول لك على السر اللي ممكن يخليك تترقى بسرعه في شغلك في امريكا. طبعا حاجه غير ان انت تبقى بتطبل طول الوقت او العصفوره بتاعه المدير وبتنقل له الاخبار، لا مش هو ده اللي انا جاي اتكلم عليه. اول حاجه، وانا في 2016 بعد ما جيت امريكا بسنتين ابتديت ان انا اشتغل في شركه تامين. وبعد ما اشتغلت الشغلانه معاهم ما كنتش لسه متثبت، كان عقد مؤقت، كنت عايز بقى ان انا اتثبت واخد بقى بقيه البنفيتس والحاجات دي. فالموضوع ده كان صعب جدا في الشركه دي في الوقت ده، كان معظم العماله اللي موجوده هي اوت سورس، مفيش تعيين مباشر. لكن برضو رحت لمديري وقلت له ايه رايك في البرفورمانس بتاعي، هل شايف في اي كونسيرنز، في اي مشاكل؟ قال لي لا فادي زي الفل. قلت له طب انا ليه ما تثبتش لغايه دلوقتي؟ قال لي عشان تثبت في الشركه لازم نمشي على بلان معين. هنقول مثلا البلان دي هتقعد لمده 3 شهور، هنكتب في البلان دي شويه جولز، اهداف ان انت توصل لها. بعد ما 3 شهور يخلصوا لو حققت الاهداف هتتثبت. قلت له تمام. رحت وعملت كده، وبقينا كل شهر بنقعد مع بعض وبنتابع اشوف انا فين. تمام يا فادي زي الفل كله تمام، لغايه ما خلصنا 3 شهور وصلت لكل الاهداف اللي هو عايزها، وساعتها ثبت وقعدت كام سنه كمان في الشركه. ده الموقف الاول. الموقف الثاني من كام سنه شغال برضو كويس في شغلي، بعمل كل حاجه واحسن من اللي مطلوب كمان. فرحت بقى للمديره بتاعتي المره دي، قلت لها ليكي اي تعليق على شغلي او في اي ملحوظات او اي حاجه؟ قالت لي لا يا فادي زي الفل، انت بتعمل شغل يعني جميل جدا والناس كلها بتحبك وبتساعد الناس وبتيجي في وقتك وملتزم وكذا 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 وكذا. طب يا ستي كتر خيرك، طالما انا فيا كل الحاجات الحلوه دي مش بترقى ليه؟ قالت لي انت عايز تترقى؟ قلت لها ايه عايز تترقى؟ هو مش حقي؟ قالت لي لا وانا اعرف منين ان انت عايز تترقى. فالشركات هنا مش بترقيك ان ده حق ليك مكتسب لازم تاخده عشان انت بقالك كذا سنه او حاجه او الاقدميه. لا 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 لا، مفيش الكلام ده. انت لما بتلاقي نفسك ان انت تستاهل وبتحقق ارقامك وحاجتك وملتزم وكل الكلام ده، ساعتها تطلب وتعلن رغبتك ان انت عايز تترقى. فساعتها بقى يبصوا في الارقام والفايل بتاعك ودنيتك وكل الكلام ده ويقرروا بناء عليه هل انت تصلح ولا لا. ليه بيعملوا كده؟ لان في ناس كتيره جدا حواليك مش عايزين يترقوا، مش عايزين يتحملوا مسؤوليه اكتر من مسؤوليتهم بس هم. لكن هروح بقى اتحمل مسؤوليه تيم وديبارتمنت وابقى مدير واعمل الكلام ده؟ لا ليه يعني وجع الدماغ؟ في ناس كتيره قوي كده. ممكن تلاقي واحد بقى له 25 سنه قاعد في الشركه في نفس البوزيشن ما اتغيرش. مش معنى كده ان هو راجل وحش او اداؤه مش كويس في الشغل او ما بيفهمش، لا هو بيفهم وشاطر وكل حاجه، لكن هو سيستم نفسه ان انا عايز بس اشتغل لنفسي، انا مش عايز اتحمل مسؤوليه اي حد تاني. فهنا لازم اعرف مديري ان انا عندي الرغبه ان انا عايز اترقى. اروح اقول له يعمل لي بقى بلان امشي عليها زي الراجل الاولاني، او يقول لك لا يا فادي انت مش محتاج اي بلان، انت جاهز وكله زي الفل، لكن دلوقتي ما فيش بوزيشن مفتوح، واول لما يبقى في بوزيشن مفتوح هننقلك عليه ونرقيك. وده اللي حصل بعديها او حاجه، بعد ما في مكان فضي بعديها بشهر او حاجه. فما تقعدش على مكتبك متخيل الناس كلها بتفكر فيك وبيشوفوا امتى هيرقوك بقى، لان محدش بيعمل كده. لازم تروح لهم وتقول لهم على رغبتك، ولما تروح تعرض عليهم لازم بقى تدعم موقفك ده بالارقام والحاجات والريبورتات ان انت راجل ماشي زي الفل وتستاهل فعلا ان انت ترقى امبارح مش النهارده. اعمل كده واتكلم مع مديرك، مش هتخسر حاجه.